جملة اعتدنا عليها دائما: القانون لا يحمي المغفلين. جملة وايد انقالت، ناس تأيد وناس تعارض. أنا الله شاهد من معارضينها، لكن للقانون رأي آخر. قضيتنا باختصار: زوج وزوجة قدموا على طلب إسكاني، انتظروا دورهم على مدار السنين إلى أن تحصلوا على أرض وقرض. بمعنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية: تعالوا يا أسرة، هذا عقاركم، هذه الأرض، ولكم قرض من قبل بنك التسليف، تسحبون المبلغ هذا على أساس تبنون العقار اللي تبونه، وبيت لكم كبيت عمر. خذوا الأرض استلموها، المبلغ اللي مرصود لهم لبناء العقار مش المبلغ اليوم اللي يكفي عقار فعلي من 3 أدوار ولا دورين وسرداب، 60 أعتقد، وربما يصل إلى 90 70 أيا كان. أقل بنيان اليوم إذا يبون ياخذونه كبنيان فعلي مش البنيان اللي فقط اللهم نسكن، يعني نقول يزيدون على 40 50 ألف. فخلوا قالوا لين ما الله يرزقنا ونبني. سنة على سنة أسعار المواد قاعد ترتفع، ماخذين الأرض ولا مسوين فيها أي شيء. إلى أن ياهم شخص قال لهم: يبا ايش رايكم أنا أشتري منكم العقار هذا؟ قالوا: شلون تشتري؟ قال: أعطيكم 150 ألف بمقابل أن تعطوني الأرض وكذلك القرض اللي مفترض لكم، ونسجل عقد محامي. يلا بوها، احنا الحين دولة بنبني شميب لنا، ومنطقة خاصة يعني منطقة حدودية من ضمن مناطق الوفرة ولا صباح الأحمد، يعني حتى سعر العقار في حال خلصناه مو القيمة و150 حاضرة حلوة. تدري شلون؟ بعناك. جزاكم الله خير. مشينا يبا عند هالمحامي نوقع العقد. قام هو وقعوا العقد معاه. هذا الرجل الشاري اليوم أخذ العقار ب150 ألف، اخصموا منه قيمة القرض، يعني نقدر نقول بأن الأرض طلعت عليه جري بال60 70 ألف، إنه هو أوريدي عنده قرض بنك التسليف. هو المستفيد، أخذ المبلغ مال بنك التسليف وبنى ذاك البنيان 3 أدوار وسرداب، والموقع يعني شيخ نقدر نسميه، زاوية وارتدادات. قعد 2 يلا خلص البناء ككل، سكن هو وعياله. بالاخير قال لهم: يلا خلنا نحول نسدد مال قرض بنك التسليف. لا انطر ما لا انطر، راحت سنة على سنة هو ساكن ومأجر هالشغل اللي فوق، مستقر اليوم كبيته هو مالك. صارت في سوء نية من قبل من؟ البائع نفسه. البائع اللي هو منو؟ الزوج والزوجة اللي خصصوا لهم الأرض من قبل المؤسسة. قالوا: الحين تعال هذا ضحك علينا، هو دفع لنا 150 ألف، كلام سليم، بس فعليا هو ما دفع لنا 150، هو أخذ من فلوسنا، أخذ من كيسه وعايده. الدولة أوريدي ما أعطتنا 60 ألف، 90 بالإضافة اللي ممكن ياخذ قرض ثاني، يعني هو طالع عليه ولا شيء. راحوا وشافوا البيت، ذاك البنيان يعني نقدر نقول صارت قيمته السوقية 450 نص مليون. زين احنا الحين بالفلوس اللي اخذناها ب 150 وين تجيب لنا عقار؟ وين ممكن نشتري بيت بهالقيمة هذه، خاصة الاسعار ارتفعت؟ هني راحت فكرة ويد فكرة، بدال ما كانوا يفكرون ياخذون ال 150 قاموا يفرفرون في مكاتب المحامين، شوفوا لنا حل لهذه المشكلة. احنا بعنا وبالمقابل توهقنا، حتى الفلوس صرفناها ال 150 من اساسه، شو نسوي؟ ياهم محامي يسيم الناس قال: اعتقد بان البيعة فيها خلل، فانتم المفترض طالما البيت ما حولتوه للحين لكم الحق تاخذونه. كلموا الشاري قال: يا ولد الحلال، بيتنا نبيه. قالوا: شنو بيتكم تبونه؟ يا هال احنا بعنا وخلصنا. شو يقول: لا، ال 150 ألف انت ضحكت علينا في البيعه، وليش ما سولفتوا قبل 4 سنين ولا 5؟ ليش تو تسولفون؟ شو يقول: الحين احنا خلصنا، بيتنا نبيه،
تطلع ولا شلون؟ هني سجلوا قضية البائعين نفسهم، دعوة فسخ عقد البيع، بمعنى بنرجع ان خلاص نبطل بيع ونستلم عقارنا. الشاري اللي بنى ودفع رفع دعوة اسمها صحة ونفاذ عقد البيع، اللي هو عقد المحامي اللي كاتبه ما بينهم وما بينه. شنو رأي القانون في هالقضية هذه وهالمعضلة؟ هل العقار راح يسترجعون البائعين ولا الشاري راح يحول البيت غصبا عليهم؟ نبقى معكم في رأي القانون. للأسف يا أخوان، اليوم في مثل القضية هذه ربما قد تصل إلى 1000 وأكثر بعد. تدرون كم عقار انباع بهالطريقة هذه؟ يستلم وثيقته أو بالأصح الأرض ومع القرض، وبالأخير يروح يبيعه وينتظر طوال 5 سنين، يقوم يسكر قرض بنك التسليف ويحول الوثيقة هذه بمسمى عقد محامي. أنا محامي اليوم، أكاد أجزم بأن عقد المحامي هذا هو والعدم سواء، ما له أي قيمة ولا أثر قانوني. يعني إن كان في عتب ربما إلى بعض الزملاء اللي يوقعون هالعقود هذه، نشوف إعلانات وايد بمعنى عندنا عقار بنبيعه، سواء مزرعة، جعخور، بيت، لكن البيع من خلال عقد محامي. الحين بنشوف في القضية هذه وين رايح عقد هالمحامي. عموما نرجع شوي نحاول نسترجع القصة ويا بعض أو القضية. هذيل الأسرة اللي توزع لهم البيت باعوه وهم للحين مو مسوين البيت ولا شيء، ما كانت عندهم فلوس. تالي قلبوا النية، قالوا بعد ما شافوا العقار شحالاته من قبل الشاري قالوا لنا نبيع عقارنا. فعلوا الدعوة اللي هي فسخ عقد البيع، وهو رفع دعوة مالت صحة ونفاذ عقد البيع، كون انه في ورقة دلال وورقة مبايع وبائعين وكذلك عقد المحامي. حكم يا صادم لهم، بس مش لنا كقانونيين. اولا فاقد الشيء لا يعطيه، يعني اذا انت ما تملك شيء ما لك حق انك تعطيه. انا والله اليوم بهدي فلان مليون، زين المليون ما عندي، هل ممكن اني انا اعطيك المليون؟ مش ممكن. العقار اليوم باعوا الزوجين الاولين هم مش مالكين له، الملك من خلال استصدار الوثيقة، وثيقة العقار نفسها تفوت ال5 سنوات تسكر قرض التسليف تصير لك وثيقة ملكية، هني لك الحق انك تبيعها. انت ما تملك، انت تملك شهادة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأن خصصت لك الأرض الفلانية. التخصيص شيء يا جماعة لازم نركز، والملك شيء آخر. التخصيص لك حق واحد فقط، حق الانتفاع والاستغلال. ما تملك حق الملك لأنك تتصرف فيه في البيع. زين الحين طالما هم ما كانوا يملكون، شلون باعوا؟ هل البيعة صحيحة ولا مش صحيحة؟ للأسف مش صحيحة، وعقد المحامي باطل. إذا يرجعون كما كانوا البائعين ياخذون عقارهم، وهذا اللي بنى وشيد العقار 3 أدوار وسرداب ودفع 150,000 كذلك إلى البائعين، يظل بحر ما لك شيء، يطلع برا. ياخذون عليك حكم قضائي في بطلان هالعقد اللي تملكه من هالمحامي، وبالمقابل روح عاد ارفع دعوة طالب بفلوسك اللي انت دفعتها. في ظل القانون القديم حتى لو انت اخذت حكم في كل دينار دفعته ما لك شيء سوى المطالبات المدنية، يعني فلوسك راحت عليك بالاصح. بس هو ايش قال؟ قال ان انا عقدي صحيح وانا اوريدي بنيت وانا مالي ذين. كلامك صحيح، احس فيك شعور انك مظلوم، لكن القانون ما يقول ان انت لك حق. ما يقول توكل على الله، عقار ما تملكه. سامع باللي يقول انت تبني بارض غيرك؟ انت شي سويت؟ لك حق واحد، ترفع دعوة بالمبالغ اللي دفعتها. زي هذول سيئين النية، يطلبوا نية، ما يخافون الله عند ربك الحكي هذا.
مو عندك هني في الدنيا. إذا بنستفيد من شغلة في القضية هذه، عقد المحامي ما له قيمة. رقم 2، القضية ككل العقار يرجع حق البايعين، ياخذون هالبيت ابو 3 ادوار وسرداب، وفر عليهم هذا الشخص اللي شرى العقار البنيان والتعب والوقفة والمسخرة مالت البنيان هذه، دشوا البيت بارده مبرده ارفع قضايا قد ما تبي. بس محامي ايش قال؟ قال زين خلاص اني انا بحجز على العقار وببيعه، طالما هو ما عنده فلوس يدفعون قيمة البنيان وقيمة اللي دفع لهم اياها 150 بالاضافة لقيمة البنيان نفسه. القانون هم يقول له مالك حق انك انت اليوم تحجز على عقار مساحته اقل من 1000 متر، بالاضافة الى ان اذا كان سكن الوحيد للناس اللي قاعد طالبهم فلوس. وبالاضافة الى جزئية اخيرة بان الدين لازم يكون سابق على ملكية العقار. فاذا ما له الا الدعوة المدنية اللي في الاخير نحصل الحكم ما ادري شلون بينفذ. نلقاكم في حلقة مقبلة.